اسمع الفيديو ده وهتعرف مين هو الجاسوس في نادي الزمالك. كان تؤرق وجوميز ووصلته لدرجه الضيق وحس ان هو متوتر جدا. التسريبات قال ازاي احنا فريق عمل واحد ويتم تسريب التشكيل والقايمه وتسريبات الفريق كلها، ماشي، ووجه اصابع الاتهام مباشره لاحمد سليمان عشان تبقوا عارفين. خاصة ونتكلم مع أحمد سليمان على أنه هو يعني لابد من إنهاء مسألة التسريبات والحفاظ على السرية والكتمان داخل صفوف الفريق. كمان نقل هذا الأمر إلى الكابتن حسين لبيب، قال له لابد من حسم الأمر والتعامل بجدية مع مسألة التسريبات، لأن السرية مطلوبة في عمل كرة القدم. لا أحمد سليمان استجاب ولا ولا الكابتن حسين لبيب لا ده شغل استجاب مافيا لما كان حرفيا، يقوله. شغل مافيا يعني ايه دلوقتي لحد دلوقتي كده لما هم عارفين الجاسوس ما مشوهوش ليه؟ لما هو الجاسوس واضح كده قدامكم والمدير النادي عرف والمتحدث الرسمي عرف والمسؤولين عرفوا، طب ليه ما مشيش الجاسوس؟